تتميز مدينة قسنطينة الجزائرية عن جميع المدن العربية جغرافيا ومعماريا بكونها مدينة الجسور المعلقة، ويمكن القول أنها تستحق عن جدارة لقب عاصمة الشرق الجزائري. وفدنا إلى هناك عمر الصلح زار قسنطينة وأعد هذا التقرير. هنيئا لكم يا أهل قسنطينة، تحلق الطيور على الرؤوس في كل مكان وتحلقون أنتم فوق أجنحتها. لعل هذه المقولة أبلغ تعبير لوصف عاصمة الشرق الجزائري مدينة الجسور المعلقة قسنطينة. جسور تتمايل في الفضاء الرحب وتلامس بأطرافها الغيوم وتنظر بكبرياء إلى حدود الأرض التي تبدو مذهولة من نظراتها المتعالية. مدينة تتربع على عرش الصخر وتتجاوزه أحيانا بأنفاق كلوحات تشكيلية تجمع بين ألوان الأرض وزرقة السماء، وفي أعالي تلك الصخور الشاهقة تتغلغل النسور بأعشاشها، فيطيب للبعض وصفها بمدينة الصخور وأعشاش النسور. آلاف الأشياء، لأن هذه المدينة عمرها 2500 سنة. طبعا بدأت بالمراحل الأولى والشواهد موجودة على مستويين. المستوى الأول هو المدينة، بحيث نجد المغارات التي تحكي الإنسان القديم. 7 جسور تربط 7 مداخل لمدينة تغوص بجذورها إلى القرن العاشر ما قبل الميلاد. ومن هذا الجسر الروماني الحجري المتواضع بدأت أسطورة جسور قسنطينة تنمو، لتشمل العهد العثماني الذي ترك بصماته على بعض الجسور، واستمرت بالنمو خلال العهد الفرنسي الذي زاد جسورها أناقة وروعة، وإلى يومنا هذا تستمر بالنمو من خلال جسر عملاق بدأ العمل به، وهذا من شأنه أن يترك بصمة عربية في هذه الأرض إلى الأبد. والتحديث ينبغي أن ينسجم وأن يتناسق مع الثقافة بمثل هذه المهرجانات التي ذكرتها منذ حين. الجسر العملاق هو تزاوج منطقي لتحديث هذه المدينة بما كانت عليها تلك الجسور المطلة على منحدرات هذه المدينة وعلى واديها وادي الرمال. جسر سيدي راشد كبير جسور مدينة الصخور، يصل طوله إلى 450 مترا. جسر باب القنطرة أكبر جسور قسنطينة عمرا، بناه صالح باي أواخر القرن السابع عشر. تكفي ولمرة واحدة زيارة مدينة الجسور المعلقة قسنطينة لكي تتعلق روح الزائر بها، فهذه المدينة تحفر في الذاكرة صورة تعيد الإنسان إلى صفائه ونقائه. عمر الصلح، روسيا اليوم، من مدينة قسنطينة الجزائر.